السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعمله وهعمله ان شاء الله، وشجعوني باللايكات بتاعتكم والمشاهدات. كملي الفيديو للنهاية وهيعجبك ان شاء الله. وصفة النهاردة وصفة جامدة جدا. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت لك اوعي تخرجي من الفيديو، كملي الفيديو للنهايه. والوصفه بتاعت النهارده هتعجبك لانها وصفه جامده جدا. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. تعالوا بقى معايا نشوف احنا هنعمل ايه. معايا الفرخه بتاعتي مقطعاها قطع صغيره. انا تبلتها قبل ما اسجل الفيديو لاني كنت محتاجه اتبلها واركنها شويه في التتبيله. ركنتها تقريبا ساعتين لان مش هينفع تتبليها اقل من كده. لازم تقعد في التتبيله بتاعتها ساعتين وازيد لكن مش اقل. تمام، تعالوا بقى نقول لكم انا تبلتها ازاي. معايا كوبايه زبادي، معلقتين بهارات فراخ، ربع معلقه حبهان مطحون، معلقه صغيره، ربع معلقه كركم، معلقتين زيت، فص توم او لو عندك التوم مفروم ممكن تحطي حاجه كده صغيره خالص، هو فص توم بس. بابريكا برضو هنحط معلقه صغيره، فلفل اسود والملح تظبطيه حسب رغبتك. هنقول بهاراتنا تاني او تتبيلة الفراخ تاني. كوب زبادي، 2 معلقة بهارات فراخ، ربع معلقة حبهان مطحون، ربع كركم، 2 معلقة زيت، فص توم، بابريكا، ملح، فلفل اسود. البابريكا مدخنة. ومعايا 3 بصلات قطعتهم جوليان او شرايح. تمام. معايا 3 طماطمات فرماهم في الخلاط من غير ميه، ممكن تبشريهم، انا فرمتهم في الخلاط من غير ميه. تعالي بقى نشوف احنا هنعمل ايه على النار. معايا حله كبيره، اللي هي انا اخده اكبر حله في الحلل دي. ولعت عليها، احط فيها الزيت. معايا البصل اللي مقطعاه. البصل شفتي بصل الكشري؟ البصل بتقطعيه زي بصل الكشري بالظبط. انا هعمل دلوقتي البصل زي بصل الكشري، مش اي اختلاف. بصل الكشري هو انا محتاجاه دلوقتي. الوصفه بتاعت النهارده دي عايزه البصل، ولازم البصل. بصل مهم جدا في الاكله دي. الاكله بتاعتنا دي المفروض ان هي مش اكله مصريه، هي اكله هنديه، بس طبعا واكيد انا مش هعملها بنفس الوصفه الاصليه بتاعتها. ما اقدرش اعملها زي مثلا اهل بلدها ما بيعملوها. هم اكيد عارفينها كويس جدا وفاهمينها اكتر مننا، بس انا عاملاها بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويمكن شبيهه ليها اللي هي البرياني. تمام. اعمليها بالطريقه بتاعتي دي والله هتعجبك جدا، وسهله جدا وبسيطه. الموضوع مش صعب خالص، يعني وصفه جميله وتغيير. حبيت اغير، قلت اما اعملها طريقه سهله جدا وطريقه بسيطه، ومكوناتها ما هي صعبه. احمر البصل بتاعي زي ما انا قلت لكم ان هو زي بصل الكشري بالظبط. خلينا ماشيين مع بعض كده واحده واحده. اوعي تتوهي مني. تبلنا الفراخ وركنتها ساعتين في التتبيله بتاعتها. بعد ما تبلت الفراخ فرمت 3 طماطمات في الخلاط من غير ميه، لان انا مش عايزه ميه، انا عايزاها مبشوره. بدل ما بشرتها فرمتها في الخلاط. معايا 3 بصلات قطعتهم زي ما انت شايفه كده، حلقان او شرايح رقيقه. المهم ان هي تبقى مش تخينه، عايزاها رقيقه خالص زي البصل اللي بعمله للكشري بالظبط. هحمر البصل بتاعي، احمره تحمير، مش ان هو يبقى لونه اصفر وخلاص، لا انا عايزه احمر البصل. تمام. جربي الوصفه دي وهتعجبك. وتغيير نعمل وصفة جديدة للفراخ أحسن من كل مرة بنشويها بنعملها كبسة، بنعمل وصفات الفراخ. اعملي الوصفة دي جميلة جدا، والله جميلة وتحفة جدا، وهتعجبك جدا 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 لو جربتيها. وأما بتعملي الحاجة بإيدك بتفرق كتير قوي عن لما تدوقيها من إيد أي حد تاني. خليكي مكملة معايا للنهاية هتعجبك إن شاء الله.
هنا انا دلوقتي هاخد اكتر من نص البصل في جنب لوحده، هسيب الربع تقريبا او ازيد من الربع، حاجه بسيطه يعني زي ما انت شايفه كده. انا اخدت الكميه اللي اخدتها وسبت الربع بس. هسيب ربع كميه البصل بس، وحمرته زي ما انت شايفه. انا محمره البصل، انا عايزه البصل يبقى لونه احمر. هنا نزلت بالطماطم المبشوره معايا، طماطم مبشوره، 3 حبات طماطم بشرتهم او موجودين، نزلت بيهم على البصل. تمام. وهجيب الفراخ بتاعتي، هنزل بالفراخ. فراخ زي ما قلت لكم، تبلي الفراخ وتركنيها ساعتين بالظبط، ممكن تزودي عن الساعتين لكن ما تقلليش عن كده. هاخد الصوص اللي نازل منها ده، اوعي ترميه، تنزليه في المي في الحل، تنزل مع الفراخ. معايا لسه بهارات اهي في الحله، هجيب بس معلقه ميه كده بيها وانزلها. انا عايزه الصوص اللي نازل منها ده. هديلهم تقليبه كده مع بعض واغطي عليها واسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي. انا عايزه الفراخ تستوي. كده تمام. دي لها تقليبه. بعدين زي ما قلت لكم هغطي عليها واركنها على جنب على نار هاديه بقى. نسيت اقول لكم لازم تحط فيها فلفل حراق، حراق حراق يعني. انا حطيت قرن واحد فلفل بس، اكتفيت بواحد بس. وهنا بقيت البصل اللي انا شيلته اهو، هننساه بقى دلوقتي. اركني البصل ده على جنب دلوقتي خالص ونسيه شويه، هنفتكره بس في الاخر بقى، هفكرك بيه في النهايه. هنا انا خلاص خلصت الفراخ بتاعتي، حطيتها على البصل وعلى الطماطم وحطيت قرن الفلفل. هغطي عليها واسيبها على نار هاديه زي ما قلتلك. هنا معايا حله فاضيه، هحط فيها لتر ميه، لتر ميه بس. تمام. حطيت في الميه بتاعتي دي قرفه، حبهان، قرنفل. قرفه، حبهان، وقرنفل. ما حطيتش في الميه حاجه تانية، قرفه، حبهان، وقرنفل بس. قرفه، حبهان، قرنفل. هنا الميه الرز بتاعي كنت غسلاه ونقعاه، هصفيه من الميه اللي عليه وانزل بيه في الميه اللي انا بس بغليها على النار. الميه اول ما الميه بتاعتي غلت اهي، بوريك القرنفل لان ما ظهرش معايا في اول الفيديو. في اول ما حطيت الميه حطيت قرفه، حبهان، قرنفل. هنزل بقى بالرز لان الميه بتاعتي خلاص سخنت اهي. هحط الرز في الميه. وهنا الرز انا مش عايزاه يستوي سوا كامل في الميه دي، انا عايزه الرز يستوي لحد يعني إيه يعني قرب على السوا كده، اصفيه بقى اصفيه من الميه بتاعته. كملي معايا الفيديو. هنا صفيت الرز. هنزل بقى بصفيه تقريبا لسه. هنزل لسه بصفي الرز. تعالوا بقى اما نروح ننزله في الميه السخنه بتاعته، وهسيبه هو تقريبا 10 دقايق. رز معايا 10 دقايق على النار وهيكون خلص. هصفيه ونشوف احنا هنعمل بيه. خلينا مكملين زي ما اتفقنا مع بعض عشان محدش يقول لي لا دي مش البرياني، لا ده مش طريقته. دي حاجة يعني قريبة منه، حاجة احنا مبسطينها على نفسنا وعاملينها بطريقة سهلة شوية.
بطريقة بسيطة شوية. هنا الفراخ بتاعتي خلاص استوت السوى اللي انا عايزاه. انا مش عايزاها سوى كامل لان أنا لسه هحط عليها الرز، ولسه هتفضل على النار شويه، ولسه في ميه. انا عايزاها تنشف شويه من الميه اللي فيها دي. انا ما حطيتلهاش ميه خالص، ما حطيتلهاش غير الطماطم والصوص اللي نزل منها وهي في التتبيله، ما حطيتلهاش حاجه تانية. هنا خلاص اهي ما شاء الله استوت. هوريكي هي استوت ازاي. هنا بقت كده خلاص اهي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. انا مش عارفه امسكها اصلا سخنه جدا لانها على النار، فمش عارفه اوريكي هي قد ايه استوت. والرز برضو خلاص كده هم 10 دقايق هصفيه وهنزل بيه على الفراخ. شو استوت معايا ما شاء الله. انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي وهم بيتغدوا والله لسه. هنا خلاص بقى الرز خلص معايا اهو هصفيه ما شاء الله. جربي الطريقه دي، جربيها ما تحكميش غير لما تجربي الطريقه. جربيها بنفسك وان شاء الله هتعجبك. سهلة جدا وبسيطة والطعم هيعجبك طعم وريحة اقسم بالله تحفة. هنا بقى هصفي الرز اهو صفيه. انا مش هقلب الفراخ زي ما هي كده زي ما انت شايفاها كده، مش هعمل فيها اي حاجة، وهنزل بالرز عليها زي ما هي كده. انا مش محتاجة تقليب. انزلي بالرز وما تقلبيش، ما تقلبيش الرز كده. انا هفرده بس على وش الحل. وعندي لون الزعفران او بودرة الزعفران، هحط منها نص معلقة كده على وش الرز. انا مش هقلب، انا هحط نص معلقة على وش الرز بس. وهرش رشة خفيفة كده من الملح عشان حسيت ان الملح بتاعها قليل، اظبط بس الملح بتاعه. هنا كده تمام. رشيت الملح اللي رشيتها، هغطي عليها واسيبها على نار هادية جدا. هي دلوقتي محتاجة نار هادية جدا، وما تقلبيهاش وما تعمليش فيها اي حاجة. انا عايزاه زي ما هي كده. البصل نسيت اقول لكم ان البصل حطيته كمان اهو. البصل اللي احنا ركناه من البدايه خالص قلت لك سيبيه لحد هنفتكره بس في الاخر. خلاص كده جه وقته بقى. حطيته على وش الرز. ما تعمليش في اي حاجه خالص، ما تقلبيش في الحل. وطي النار خالص. سيبيها 10 دقايق. 10 دقايق وتعالي بقى نقلب الحله وشوفي الجمال. والله العظيم الجمال عدى الكلام. حاجه كده تحفه، وهم من الريحة والطعم، حاجة كده جميلة اهي. تعالي بقى قلتلك 10 دقايق بس وتعالي شوفي بقى، شوفي الجمال. شوفي. انا مش بقلب، انا بوريكي الوانات الرز. شوفي اللون الرز عاطيني الوان تحفة. تحفة اقسم بالله. ابيض مع اصفر مع البرتقالي كل الالوانات جميلة. مع لون البصل. جربوها والله جميلة جدا. اقسم بالله جميلة. جميلة وتغيير حلو. تغيير حلو وجميل قوي. وصفة سهلة وبسيطة وتغيير، احنا بنحب التغيير غيره. شوفي بقى، شوفي بقى الجمال ده بقى. جميلة.
جميلة. ايه الجمال ده؟ شوفي الالوانات، الوانات الرز تحفة. اقلبي. ايوه كده. خلينا متفقين ان هي سخنة جدا، دي لسه نازلة من على النار، سخنة جدا يا جماعة والله. واو 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 واو، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. شوفي الجمال، شوفي الوانات الرز والوان واللون الفراخ، لون الفراخ تحفة تحفة والله، وسواها جميل جدا. هقطعلك دلوقتي معايا وهتشوفي هي ازاي. شوفي الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش انا اللي هحكم لك، احكمي بنفسك وانت وجربي وقولي رأيك فيها. لا انا مش عارفة اصلا اقولها لانها سخنة قوي، سخنة بجد، بس طعمها تحفة. اقسم بالله طعمها تحفة. جربيها وانت اللي هتحكمي بنفسك على اكلك وعلى اللي انت هتعمليه بايدك. خلصنا الفيديو ونسينا نقول، متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هعمله ان شاء الله. ان شاء الله. خليكم معايا وتابعي الفيديو للنهاية. اوعي تخرجي من الفيديو غير لما تكمليه. وصفة هتعجبك جدا، وصفة سهلة وسريعة، ومفيش احلى من كده وصفات. جربيها وان شاء الله هتعجبك. شوفي الجمال، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ان شاء الله. الف هنا على قلب اللي اكل منها. متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. مع السلامة.